تعالوا بقى نعمل الأكلة السريعة الجميلة التحفة دي، صينية البطاطس بالكفتة. بجد طعمها رهيب وشكلها أصلا يفتح النفس. أنا أميرة بكري، اللي دي أول مرة بتشوفيني اعملي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس، ولو بتشوفيني على الفيسبوك ما تنسوش الفولو. يلا بينا مع بعض نعمل البطاطس بتاعتنا. أنا هنا عندي كانت الكفتة جاهزة، بس أنا هنزل لكم المقادير بتاع الكفتة في الوصف ازاي تعملي كفتة الحاتي. هنزل لكم مقادير الكيلو. تمام. هتجيبي بقى كيس تلاجة، انا كورتها زي ما انتوا شايفين كده كور على قد الحجم اللي انا عايزاه. وهبتدي اجيب كيس تلاجة واضغط كده بايدي، اخليها بشكل دايرة زي ما انتوا شايفين كده. وممكن كمان باي طبق كده او كوباية. وهنبتدي نضغط على الكور اللي احنا عاملينها زي ما انتوا شايفين كده. وهعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي زي ما انتوا شايفين. جهزت كل كمية الكفتة بتاعتي. عندي بقى مجهزة بطاطس مقطعة شرايح زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وكمان طماطم شرايح وفلفل اخضر وبصل. تمام. انا كده مجهزه كل الخضار بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الصينيه اللي انا هستخدمها او هعمل فيها الوصفه بتاعتي. هبتدي بقى اجيب الاحجام الصغيره من الخضار بتاعي. تمام. اللي هو الشرايح او الدوائر بتاعته صغيره كده، وابتدي احطه في قعر الصينيه زي ما انتوا شايفين من كل انواع الخضار. وهبتدي بقى اجيب الخضار بتاعي والكفته وارصه زي ما انتوا شايفين كده. انا مكبره حجم الكفته عن الخضار لان هي طبعا فيها نسبه دهون عاليه، لو كشت او نزل او الدهون دي ساحت معايا او اتسلت معايا، تكون ايه الكفته بقدر الامكان بحجم الخضار كده. تمام. ورصيتها زي ما انتوا شايفين، حاولت اظبط شكلها كده بشكل دائري على قد ما اقدر. والتركه بقى اللي بتظبط صينيه البطاطس بالكفته بتاعتنا ان احنا بنسبك الطماطم. يعني انا ضربتها وصفيتها وغليتها على النار كويس قوي. لما اتسبكت ضفت بقى ملح ورشه صغيره من السكر، فلفل اسود وكمون وكزبره، وكمان بهارات لحمه، معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من بهارات اللحمه. وبعدين بقى ضفت كوبايه من الميه كده على الصلصه بتاعتي عشان تبقى خفيفه وتغلي كويس كده مع البطاطس والكفته بتاعتي. هضيفها بقى على البطاطس وهسيبها بقى اغطيها، هحطها على البوتاجاز واغطيها تاخد غلوتين كده. وبعد كده ادخلها الفرن، يعني سيبتها على البوتاجاز 10 دقايق، يعني تقريبا خدت نص سوا كده. وبعد كده حطيتها في الفرن تلت ساعة كده لما خدت اللون ده من غير ما اشغل الشواية، وكملت سوا البطاطس وبقى طعمها بجد تحفة. ولو الفيديو عجبكم وصلتوا معايا لحد هنا، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم